agreed that the only bid to host the FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal and Spain, where 101 games will be played. مبروك على المغرب, parabéns Portugal, enhorabuena España. كل شيء كيهضر على التنظيم المشترك لكأس العالم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال والتجهيزات والبنيات التحتية اللي غادي تصاوب واللي في الطريق ديالها للإنشاء. ومن بين هاد الإنشاءات ولا هاد البنيات كاين واحد المشروع مشترك بين المغرب وإسبانيا واللي هو بناء جسر أو نفق بحري كيربط المغرب بإسبانيا. خليكم معايا باش نعرفوا واش غيدار هاد الشيء بالصح واش غادي يدار هذا المشروع قبل 2030 ونعرفوا اشنا هما التحديات والصعوبات والعراقل اللي ما خلاوش هذا المشروع يدار شحال هذه. قارة أوروبا وقارة إفريقيا هما جوج ديال القارات قريبين ومتجاورين وكيفصلهم واحد البحر سميتو مضيق جبل طارق. كيفصل قارة أوروبا على قارة إفريقيا بمسافة قصيرة وأقرب نقطة كتقدر تقريبا ب 14 كيلومتر وهي المسافة بين إسبانيا في قارة أوروبا والمغرب في قارة إفريقيا. وكيتعتبر مضيق جبل طارق من المضايق الفريدة من النوع ديالها حيتاش كيربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. كانت هذه المنطقة محل صراع من القديم بين إسبانيا وبريطانيا والمغرب. في الوقت الحالي كيتعتبر مضيق جبل طارق ممر بحري بين القارتين الإفريقية والأوروبية وهو أكثر المضايق ازدحاما في العالم. كيتسجل مرور سفن كثيرة عبر هذا المضيق كل 5 دقائق بدون احتساب السفن الصغيرة والسفن السياحية واللي هي اليخوت. غادي يتم التخطيط في وقت سابق باش يربطوا المضيق بريا بين القارتين، يعني بغاو يديروا واحد الجسر زعما قنطرة في أواخر القرن العشرين باش يسهلوا المواصلات بين القارتين. كما قلت لكم في أواخر القرن العشرين غادي يجي واحد المهندس ألماني سميتو إيرمان سوركيل وغادي يدير واحد التصميم لهذا الجسر. كان إيرمان كيخطط باش يدير واحد السد لتوليد الكهرباء من المفترض أنه غادي يغلق مضيق جبل طارق، ولكن مع الأسف ما وافقش أودولف هتلر على هذا المشروع وما غاديش يتحقق هذا المشروع أبدا. عاود تاني غادي يتم اقتراح هذا المشروع على شكل تصميم جسر كيربط بين القارتين من قبل واحد المهندس أمريكي في 2004. وفي هذا الاقتراح غادي يصمم جسر مغلق بين القارتين وإنشاء جزيرة اصطناعية بطول 4.8 كيلومتر في منتصف الجسر. مع الأسف ما يمكنش تنفيذ هذا الاقتراح والسبب سيدي الاحتياجات الضخمة من الموارد والتعقيد الزائد للتنفيذ حيتاش مضيق جبل طارق كيتميز بموجات بحرية قوية. والسبب ديال هذه الموجات البحرية القوية هو كون مضيق جبل طارق هو المفترق بين جوج ديال البحار واللي هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي واللي كيتلاقاو عند هذا المضيق، فبالتالي كيكونوا موجات بحرية قوية. وهذا الشيء اللي كيجعل من الصعب بناء هيكل مستقر. حتى البلاصة اللي مقترحة وباغيين يبنيو فيها الجسر فيها واحد العمق كبير بزاف كيوصل حتى ل 900 متر تحت مستوى سطح البحر وماشي من السهل باش تبني أساسات في هذا العمق نظرا للمخاطر العالية والتعقيد الزائد لبناء هذا الجسر اللي كيربط إفريقيا بأوروبا. المهندسين لقاو واحد الطريقة واحدة أخرى للربط بين القارتين واللي هي إنشاء نفق تحت البحر على عكس فكرة بناء الجسر السابقة. فكرة بناء نفق مضيق جبل طارق تقترحت أول مرة عام 1869 من قبل واحد المهندس فرنسي وغادي يتم تقديم خطة بناء نفق بحري مرة واحدة أخرى عام 1930 بعد إجراء تجارب واستطلاع للصخور الموجودة تحت مضيق جبل طارق. وغادي تبين هذه التجارب أن الصخور صلبة جدا لدرجة أنه كان من المستحيل بناء نفق بحري باستخدام التكنولوجيا الموجودة في ذاك الوقت. وفي نهاية عام 1981 شكلت حكومة المغرب وإسبانيا مجموعة عمل مشتركة سماتها شركة الدراسات التجارية والاقتصادية واللي كان التمويل ديالها من قبل الحكومة الإسبانية.
لدراسة جدول بناء نفق بحري في منطقة جبل طارق. واستنتجت هذه الشركة أن بناء نفق بحري ممكن جدا، حيتاش سبق وتبنوا أنفاق بحرية عندها نفس الظروف في بلدان وحدة أخرى، في حال نفق القناة اللي كيربط بريطانيا بفرنسا واللي كيمتد لنحو 50 كيلومتر. إذا كان بناء نفق بحري بطول 50 كيلومتر يمكن إنشاؤه، فبناء نفق بحري بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية بطول 14 كيلومتر ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. ولكن مع ذلك كاين اختلاف بين بناء نفق بحري بين بريطانيا وفرنسا وبناء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا. النفق البريطاني الفرنسي تم بناؤه على عمق 115 كيلومتر تحت سطح البحر، ولكن إذا تم بناء نفق بحري مغربي إسباني على عمق 900 متر تحت سطح البحر، المهندسين غادي يواجهوا صعوبات كبيرة وغادي تكون التكلفة مرتفعة بزاف. في عام 2003 تم تصميم واحد الاقتراح لبناء النفق في موقع كيتواجد غرب مضيق جبل طارق، وغادي يكون الطول ديال هذا النفق 40 كيلومتر، وغادي يتم بناؤه في الجزء الغير العميق من المضيق على عمق 300 متر، والطول ديالو الإجمالي غادي يكون 28 كيلومتر فقط تحت الماء، في حين غادي يكون الباقي فوق اليابسة. في ذاك الوقت كانت خطة النفق كتشمل ممر للسكة الحديدية في حال تصميم نفق القناة اللي كيربط بين بريطانيا وفرنسا، وكتقدر التكلفة ديال بناء هذا النفق اللي كيربط إسبانيا بالمغرب تقريبا ب 9.8 مليار دولار، وغادي تستغرق المدة ديال البناء ديال هذا الجسر تقريبا 15 سنة باش يكون كامل ويكون حاضر، يعني من هنا ل 2030 ما غاديش يكون واجد. ولكن مع ذلك كاينه تحديات اللي غادي تواجه المهندسين في بناء هذا النفق، بالاضافه لتواجد الصخور الصلبه اللي قلنا في الاول. كاين واحد الطبقه من الطين والامتداد ديالها تقريبا 4 ديال الكيلومتر، اضافه ان الموقع الجديد هو منطقه زلزاليه سبق وتعرضت للزلازل. اذا وقع شي زلزال الله يحفظ تقدر الهياكل ديال هذا النفق تتضرر بشكل كبير او لا تتحطم إذا ما تمش تجهيزها بنظام مضاد للزلازل، ويكون هذا النظام متقدم ومتطور ويحمي هذا النفق. بالإضافة لهذا الشيء اللي قلنا كامل، ولا هذه العوائق اللي ذكرناهم وهذه الصعوبات اللي ذكرناهم كاملة، كاين واحد العائق اللي هو مهم وما خصناش نغفلوا عليه، واللي هو العائق السياسي. حيتاش بناء نفق بين جوج ديال القارات، واحدة قارة غنية وواحدة قارة فقيرة، ما محتاج فقط تعاون بين المغرب وإسبانيا، ولكن أيضا محتاج المشاركة ديال بريطانيا، لأن جزيرة جبل طارق باقة تحت السيادة البريطانية. إذا وقعت خلافات بين هاد الدول الثلاثة بسبب خلافات التاريخ والماضي، راه هذا المشروع غادي يتوقف على الخدمة وغادي يتسبب في خسائر كبيرة خصوصا لإسبانيا والمغرب. وأخيرا في فبراير 2023 تمت مناقشة المشروع مرة واحدة أخرى في اجتماع عالي المستوى بين المغرب وإسبانيا، وغادي توافق حكومة المغرب وإسبانيا على الاقتراح اللي تم تقديمه في 2003، واللي هو نفق بطول 40 كيلومتر والعمق ديالو تقريبا 300 متر تحت سطح البحر، كيربط مدينة بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية. والتمويل غادي يكون بدعم من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة للمتبرعين من الدول العربية ودول الخليج. غادي تخصص الحكومة الإسبانية ميزانية بقيمة 750 ألف يورو لعام 2003 للمساعدة في إعداد المخطط. يعني هاد 750 ألف أورو غادي ياخدوها غير المهندسين اللي غادي يديروا البحوث والاستطلاع قبل بداية الأشغال. مع وجود هاد النفق غادي تكون بزاف ديال الفوائد، بحال زيادة مردود التجارة بين الدول في القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وزيادة في قطاع السياحة بشكل خاص في إسبانيا والمغرب، وتقليل وقت السفر بين المغرب وإسبانيا إلى 4 ساعات فقط عن طريق القطار. بالإضافة إذا تم ربط القارة الأوروبية بالقارة الإفريقية غادي تتمكن من نقل الطاقة بكافة أشكالها، والطاقة الكهربائية المتولدة من الألواح الشمسية على الخصوص في صحراء المغرب إلى القارة الأوروبية. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهاية. نتلاقوا في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك إذا عجبكم الفيديو. مع السلامة.